قبل 3 سنين بحي شعبي معروف ببغداد صارت جريمة هزت الناس كلهم. بناية قديمة ومهجورة من سنين، الكل يخاف يمر منها بالليل. يومية تسمع عنها سوالف مخيفة، بس ما حد متوقع يصير بيها شي حقيقي. ويا الفجر مجموعة شباب بدي يدخنون ورا البناية، حسوا بريحة غريبة تطلع من الطابق الثاني. صعد واحد منهم حتى يعرف شنو السالفة، وشاف جثة بنت ملفوفة بشرشف متفسخة من أيام. الشرطة وصلت وبدأت التحقيقات. البنت طلعت اسمها سارة، طالبة جامعية مختفية من أسبوع. ماكو بصمات واضحة، بس لقوا خاتم فضة واقع يم الجثة، عليه حفر باسم شخص: علي. التحقيقات كشفت إن علي هذا كان خطيبها، وانفصلوا قبل شهرين. الكل يشهد إنه كان يحبها، بس انفصالهم كان صعب عليه. الصدمة: الكاميرات القريبة أظهرت علي وهو يدخل البناية قبل يومين من اكتشاف الجثة. ولما واجهته الشرطة أنكر بالبداية، بس بعد ضغط قوي انهار واعترف. قال: ما كنت ناوي أقتلها، بس جاني نقاش حاد، دفعتها وراسها ضرب بالجدار. خفت فلفيتها وزبيتها فوق. علي انسجن مؤبد، وأهل سارة للحد هسه يفتهمون شلون الحب يتحول لمأساة.